القرنبيط أو الزهرة زي ما ناس كتير بتسميه عمره ما كان خضار عادي. أصله راجع لزمن بعيد قوي في البحر المتوسط. العلماء كمان شايفين إن أول ناس زرعوه كانوا الرومان من حوالي 2000 سنة. كانوا عاملين له معاملة خاصة قوي عشان ما كانش بيطلع بسهولة. وكمان كانوا بيقولوا إن هو نوع متطور قوي من عيلة الكرنب بس بمخ أبيض بدل الأوراق. من البحر المتوسط بقى القرنبيط انتقل لأوروبا، وبعدين وصل للشرق الأوسط في العصور الإسلامية. وعندنا هنا المصريين حبوه قوي لأنه بيتماشى مع القلي والليمون والكمون والتتبيلة بتاعته، وبقى طبق رئيسي في الشتاء عند نص البيوت. والميزة كمان إنه كان خضار اقتصادي بيشبع ورخيص ويتعمل بمليون طريقة: مقلي، مشوي، طاجن، محمر، أو حتى في بشاميل. لدرجة إنه زمان كان بيتقدم في الولام الكبيرة. أصله شكله فخم رغم إنه بسيط. فالقرنبيط مش خضار بسيط، ده خضار له أصل قديم منتشر لأنه عملي وسريع. ومع أول قطمة هتفهم ليه الرومان حافظوا عليه كل السنين ديت. وفي الآخر بقى لايك وسبسكرايب عشان نكمل الحكايات اللي ليها أصل قديم زي القرنبيط.